صغار في الحجم ولكن كبار في القيمه الغذائيه، صحيين، وغنشرح لك الفوائد الغذائيه ديالهم. هادو شنو هما؟ البيض ديال السمان، واش بصح سمن البيض الرومي ولا البيض ديال الدجاج ولا بحال في القيمه الغذائيه؟ تبع معايا. منين كنهضر على بيض السمان كنهضر على هذا الشيء كامل. في 9 غرام يعني في وحده بحال هذه غنلقى 14 سعره حراريه، في حين القى مجموعه من المكونات الغذائيه. البروتينات كاين عندك غرام، الدهنيات غرام، الكربوهيدرات بيان سور ما كاينينش. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا حميه غذائيه كيتونيه بدون كربوهيدرات يقدروا يستعملوا البيض ديال السمان ولا البيض العادي حيت ما فيهش كربوهيدرات. الريبوفلافين 6% داكشي اللي غيحتاج الجسم ديالك. الكولين 4%، عاد بيان سور عندك الحديد والفوسفور والسيلينيوم. منين كنهضر على السيلينيوم تريس اليمنت مهم بالنسبه لنشاط الغده الدرقيه. البيض ديال السمان الا قارناه مع البيض الرومي من ناحيه ديال الكميه فالبيض ديال السمان فيه مكونات اكثر سورتو من ناحيه ديال المعادن وبعض الفيتامينات. الكولين فايتو البيض ديال الدجاج. البيض ديال السمان ما فيش شي حاجه اللي هي اكسترا ولكن تيبقى مغذي بحالو بحال البيض ديال الدجاج. البيضه تعتبر واحد الغذاء كامل ومتكامل فيه كل شيء الا الكربوهيدرات والالياف. كيفاش غناكل البيض ديال السمان؟ طبيعه الحال ما يمكنش تسلق وحده، امبوسيبل. غتسلق واحد 10 ولا 12، غير انه كيطيب بالزربه ماشي بحال البيض العادي 4 دقائق حتى ل 5 دقائق وها البيض ديالك تسلق ولا ناضي. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك. يا ربي.